حد يساعدني في حل اللغز ده سؤال في بال كل متداول بيستخدم التحليل الأساسي كأداة أساسية في التنبؤ بالأسعار وخصوصا الذهب والدولار الفترة اللي جاية. عندنا مشكلتين هنا، إن الاتنين واخدين اتجاه صعودي بناء على أخبار التحليل الأساسي. رقم واحد، الذهب يوم الجمعة اللي فاتت ترامب قال إن هو خلاص مفيش مفر إن هو هيفرض رسوم واردات على الحاجات اللي جاية من المكسيك ومن كندا بنسبة 25%، واصلا كان بدأ حاجات على الصين ب 10% وهيزودها الفتره الجايه. فده معناه ان في حرب تجاريه عالميه بين امريكا والثلاث دول دول، وطبعا اي حرب تجاريه واي قلق اقتصادي بيؤدي الى صعود الذهب. دي رقم واحد. رقم اتنين، تعال نبص بقى على اللي بيحصل في امريكا. لما يحط واردات بنسبه 25% على الحاجات اللي جايه من المكسيك ومن كندا، و10% هتوصل ل 20% على الواردات اللي جايه من الصين، هتخلي كده التضخم في امريكا عالي، وبالتالي الفدرالي الامريكي هيعمل حاجه من اتنين: يا هيثبت الفايده اللي هي اصلا مرتفعه، يا اما هيبتدي يزود الفايده. وفي كلا الحالتين الدولار برضه هيطلع قدام كل العملات الاخرى. يبقى عندنا هنا مشكلتين: ان الذهب هيطلع بناء على التحليل الاساسي، وبرضه ان الدولار هيطلع. الحل هنا في استخدام التحليل الفني اللي هيبين لك النقط النفسيه اللي البائعين والمشترين بيدخلوا عمليات بيع او شراء على الذهب والدولار.